زي الفل، أنا سامع تمام. طيب ماشي. كنت بقول لك ايه يا شباب. النهارده هناخد اخر سيشن قبل الموديول لاب ان شاء الله، هنشرح فيها السكيورتي بلس. يلا بينا. ماشي، كله شايف تمام معايا كده؟ شوف السلايدز. تمام. ماشي، اول حاجه عندنا في السكيورتي بلس ايه هي السايبر سكيورتي فيلدز. هي ان شاء الله هتبقى سيشن خفيفه، كلها اغلبها بصراحه نظري، لكن هي حرفيا ما لا يسع السايبر سكيورتي بنتستر مثلا جهله. ما ينفعش حد سايبر سكيورتي ما يبقاش عارف المعلومات. تمام. اول حاجه عندنا ايه هي مجالات السايبر سيكيورتي عامه، ايه هي السايبر سيكيورتي فيلدز. اول حاجه عندنا offensive سايبر سيكيورتي، الديفensive سيكيورتي، الديجيتال فورنسكس اند انسيدنت ريسبونس، والسيكيورتي انجينيرنج. ايه اول حاجه الاوفنسيف سيكيورتي، او بيبقى بيتفرع على ايه مثلا في المجالات بتاعته؟ بيتفرع باج هانترز، بنتريشن تيسترز، ثريت تيمرز. ايه هم الباج هانترز؟ ايه هم واحد حاليا ايه هو الباج هانتنج عامه؟ هو شخص فريلانسر بمعنى قدامه مثلا غير يعني ملوش اي التزامات معينه ب مع شركه معينه مثلا او مع شخص معين، يقدر يدخل براحته في اي وقت يشتغل، ما يشتغلش براحته. مش حد غير مقيد باي ظروف او قوانين. تاني حاجه ايه هو البنتريشن تيستر؟ البنتريشن تيستر ده واحد شغال متعاقد مع شركه فول تايم جوب 24/7. ده بيبقى مثلا الشركه جايباه عشان يعمل اختراقات لشركات معينه بتبقى متعاقده معاها. مثلا شركه عندها ويب بروجرام بتتعاقد مع الشركه بتاعه البنتريشن تيستنج، والموظفين بتوعها بيشتغلوا بناء على هذا بقى، بيقعدوا يشتغلوا على البروجرامز بتاعتهم. تمام. تالت واحد عندنا الريد تيمينج. الريد تيمرز دول بيبقوا اكبر راس فيهم او اكتر مثال عام للاوفنسيف سيكيورتي. بمعنى انهم بيبقوا دارسين اكتر من حاجه، مثلا نتورك سيكيورتي، مثلا دارسين باج هانتنج، بيبقوا دارسين باج هانتنج عادي، بيبقوا دارسين نتورك سيكيورتي، كلاود سيكيورتي، هكذا، لكن بيتخصصوا في مجال واحد معين ويشتغلوا فيه. وده مفيش شركه حرفيا بنتريشن تيستنج الا وفيها ريد تيمينج، لازم يبقى في حد ريد تيمينج فيها، ريد تيمينج اوبريتورز. تمام. بعدها عندنا الديفنسيف سيكيورتي. مين الديفنسيف سيكيورتي؟ عندنا السوك اناليست، وعندنا الثريت هانتر، وعندنا الانسيدنت ريسبوندر. ايه الفرق بين الثلاثه بقى؟ اول واحد عندنا السوك اناليست، ده بيبقى واحد مسؤول عن مثلا الانالايزنج بتاع الشركه. مثلا ايه الحاجات، النتورك باكيت تريسنج، ايه النتورك اللي داخله واللي طالعه من الشركه، ايه مسؤول مثلا عن تظبيط الفاير وولز بتاعت الشركه، مين ليه صلاحيه معينه وليه ملوش، مين ملوش، هكذا. تاني واحد عندنا الثريت هانتر. الثريت هانتر دهوت اعتبره بن تيستر بس على الضيق شويه. ليه؟ لأن ده واحد بيبقى متخيل أو متوقع إيه الطرق اللي الشركة بتاعته ممكن تخترق منها، بيبقى سابق الهاكر أو الأتاكر بخطوة. بمعنى الأتاكر ممكن يجي من ثغرة كذا كذا كذا، إيه ممكن نعمله بقى قبل ما الأتاكر ده يجي. بس هو ده ثريت هانتر. عندنا بقى تالت واحد أنت اتعمل لك ميوت يا باشمهندس. بالظبط ماشي، كم. سامعني كده؟ تمام. طيب. كنت واقف فين؟ مش كنت واقف عند انستنت ريسبوندر. الانستنت ريسبوندر ده تبقى الشركة موظفاه لموظفينه علشان لو الشركة دهيت اخترقت يقدر يتعامل مع الاختراق دهوت. يعني لو حالا في مثلا واحد هاكر بيخترق الشركة عن طريق النتورك مثلا، فالانسيدنت ريسبوندر دهوت بيروح على النتورك يشوف فين الاتاكر باعت باكيت معينة، وقف الباكيت دي عند حدها. هو ده الانسيدنت ريسبوندر، بيرسبوند لحادثة معينة حصلت في السيستم بتاع الشركة ممكن تخترق أو ممكن تسبب خطر على الشركة دي. بس تالت نوع معانا من الفيلدز الديجيتال فورنسكس اند انستنت ريسبونس، اختصارا ليها بيقولوا دي اف اي ار. مين الدي اف اي ار بقى؟ متفرعين الاثنين، مالور اناليسيس
وتشين اوف كاستودي ريبورتنج. مالوير اناليسيس دهوت افترض ان في شركه معينه، الشركه دهيت وصل لها بطريقه ما في السيستم بتاعها مالوير او نوع فيروس مثلا معين، المالوير اناليسيس دهوت يروح يدور على المالوير دهوت. المالوير ده جه منين؟ المالوير ده ايه وضعه؟ ايه مثلا عمل ايه في السيستم؟ مثلا بوظ، وقف سيرفيسز معينه، ولا مثلا سرق بيانات معينه وبعتها للاتاكر، بيانات حساسه مثلا بتاعت يوزر او بتاعت ادمن، هكذا. يبقى بيعمل له اناليسيس بقى وبيعرف المالوير ده جه منين وجه ازاي، اصلا ايه اللي حصل كده ازاي. تالت واحد او اخر واحد معانا اللي هو تشين اوف كاستودي ريبورتنج. ده واحد بيعمل ريبورت لسلسله الاحداث اللي حصلت عشان الشركه تخترق او حصل اختراق معين. فالشخص ده هو التشين اوف كاستودي ريبورتنج بيروح يعمل ريبورت على سلسله الاحداث اللي حصلت عشان الاتاك ده يحصل. ماشي كده خلصنا الدي اف اي. رابع واحد واخر واحد معانا السكيورتي انجينيرز. مين السكيورتي انجينيرز؟ ده بيبقى انجينير مهندس مثلا في شركه معينه بشكل عام. ازاي بشكل عام؟ مثلا بيظبط لهم السيرفرز، بيعمل لهم مينتيننج، بيبص مثلا على النتورك ايه الباكيتس الرايحه واللي جايه، سكيور اوثنتيكيشن سيستمز، بيحافظ على ترتيب الشركه او ترتيب النظام بتاع السكيورتي بتاع الشركه بشكل عام. ماشي خلصت من اول توبيك. تاني توبيك معانا التايب اوف هاكرز، انواع الهاكرز اصلا. اتفضل. احنا عايزين بس نشوف يا باشمهندس لو حد عنده سؤال كده، يعني نقف عند كل فقرة كده عشان ممكن ماشي، يبقى عندهم سؤال برضه. سؤال يا شباب. واعتقد الموضوع كله نظري لكن حد عنده سؤال برضه؟ ماشي. بعد إذن بس اللي موجودين يكتبوا أسمائهم في الشات تاني. اوكي نكمل. ايه انواع الهاكرز بقى اللي عندنا؟ تاني توبيك ايه انواع الهاكرز. عندنا انواع كتير عموما، لكن اول نوع عندنا الوايت هات هاكر. الوايت هات هاكر ده بيبقى واحد هاكر زي مثلا ابسط حاجه الباك هاندرز، اللي هو واحد مقنن ليه او قانوني انه يعمل بنتستنج او اختراق على بروجرام معين. بيبقى اوثرايزد عادي، كله عارف ان ده واحد فاهم في الهانتنج او في البنتستنج، فبيجيبوه. هو اتفضل البروجرام ده اعمل لي اختراق عليه. هل هو هيرفع عليك مثلا قضيه عشان انت عملت او اخترقته؟ هيقول لك لا، انا واحد، انت ايه اللي فعلا اعمل الموضوع ده، ما تقدرش ترفع علي قضيه. يبقى اوثرايزد وقانوني تماما، مفيش اي مشكله. تاني نوع معانا اللي هو الجراي هات هاكرز. ايه هو الجراي هات اصلا؟ ليه طاقية رمادية؟ ليه يعني ليه في المنطقة الرمادية؟ عشان ده بيبقى واحد غير قانوني ليه انه يعمل الاختراق او اختراق معين، لكن ما عندوش اي نية للسوء او اي نية ماليشس، اي نية شر في الموضوع. مثلا انا واحد كواحد سايبر سكيورتي اهو يا باشمهندس ياسر، مثلا فاهم في السايبر سكيورتي عامة، قاعد مثلا بلعب في موقع معين، لقيت موقع معين وقاعد بلعب فيه كده بدون اي نية سوء، قاعد بخبط كده فيه، فجأة لقيت ثغرة معينة vulnerability في الموقع ده. هل أنا كده يرفعوا عليا قضية بقى ويقولوا أنت كنت بتحاول تهكرنا لا. هل أنا حاولت أستغل الثغرة دي بأي طريقة ممكن تضرهم؟ لا. أنا مجرد لقيت الثغرة دهيت عملت لهم ريبورتنج، والله عندكم ثغرة في مكان كذا كذا كذا، بس أنا اكشلي لقيتها بالخطأ accidentally، بس هي ما كانش مصرح ليا، لكن أنا لقيتها بالخطأ. ده اللي حصل. تالت نوع عندنا البلاك هات هاكرز. ايه هي البلاك هات هاكرز بقى؟ دول بتوع الدارك ويب حرفيا. ده واحد هاكر وشرير وعايز يستغل الثغرات اللي بيلاقيها في مثلا في مواقع عاديه، في المواقع ويلاقي ثغرات، عايز يستغلها بطريقه تجيب له فاينانشال جين. فاينانشال جين اللي هو يستغله ماديا او ياخد منها ارباح ماديه، او يسرق مثلا بيانات معينه. زي ايه؟ زي مثلا الرانسوم وير. الرانسوم وير ده هو فيروس الفادي. هو واحد مثلا فجأة لقيت فيروس فدية على جهازك، بعت لي فلوس كذا 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 عشان افك لك الجهاز. دول البلاك هات هاكرز. ايه هما بقى السكريبت كيديز؟ السكريبت كيديز دول واحد حرفيا اعتبره طفل ومعاه مسدس. ازاي؟ ده واحد مثلا اتاكر، لكن هو مش فاهم اي حاجه. هو مش فاهم ايه مثلا ايه الاتاك ده، هو مش فاهم حاجه في السايبر سكيورتي، لكن معاه تول معينه
التول دهيت واحد فاهم وسايبر سيكيورتي فاهم هو اللي عاملها التول دهيت، هو اللي عاملها، والاتاكر ده لقى التول دي بالصدفه مثلا وقرر يستغلها عشان مصلحته، بس هو مش فاهم هو بيعمل ايه، لكن لقى التول دهيت والتول دهيت بتعرف تعمل كذا، بس هو مش فاهم هو بيعمل ايه. عندنا بقى البلو تيم والريد تيم والبيربل تيم، اعتقد دي حاجات مفهومه، لكن البيربل تيم اعتقد ممكن ما يبقاش عدى عليكم قبل كده، فهنقول بقى البلو تيم دول ديفندرز، البلو تيم عادي. الريد تيم هم الاتاكرز سيميوليترز، اللي هو بيشوفوا بيحاولوا يعملوا بين تيستنج مثلا. ايه البيربل تيم ده؟ واحد اصلا بيبقى دارس الاثنين، ريد وبلو، ده واحد ما شاء الله عليه عنتيل اسطوره في المجال، دارس ريد وبلو، فشغال على الناحيتين، بيساعد ده وبيساعد ده، بوث سايدز. بس تالت توبيك معانا اللي هي الانجيجمنتس. ايه هي الانجيجمنتس؟ عندنا بالانجيجمنتس سكوب وبوكسز. ماشي، عندنا ايه في السكوب؟ سكوب اوف ورك. ايه هو؟ مثلا انا كياسر باج هانتر قد الدنيا الحمد لله عندي لقيت بروجرام معين، البروجرام معين ده مديني دومين واي بي رينج اشتغل عليه، التارجت دهوت مديني اهو، استنى اوريكم مثلا اهو. ده افرض مثلا احنا دخلنا على البروجرام دهوت اهو، دي مثلا هاكر 1 اكبر منصه باج هانتنج في المجال عامه، فهو دي بروجرامز معينه تبقى عارضه نفسها انك تخش تعمل بين تيستنج عليها، فانت بتخش على البروجرام دهوت سي ديتيلز، بعدها بتشوف السكوب بتاعها، السكوب بتاعها دهوت بيبقى مثلا مديك دومين معين، بيقول لك الدومين دهوت ان سكوب، ان سكوب بمعنى مصرح ليك قانونيا ان انت تدخل على السكوب دهوت وتعمل اختراق عليه، تشوف بقى الثغرات فيه شغاله ازاي، تحاول تستغله، تحاول لغايه ما تلاقيه وتعمل له عليه ريبورت. هو ده الان سكوب دومينز او ان سكوب اي بي رينجز. لو انت اشتغلت في دومين مش موجود في السكوب او اوت اوف سكوب اسيتس، اللي هو رانك سكوب يعني او اوت اوف سكوب اسيتس، يبقى ده ممكن يعمل لك او يسبب لك مساءله قانونيه. يعني لو الشركه دي ما قالتلكش والله انا عندي الدومين كذا مصرح ليك انك تشتغل وتخترقه، انت لو دخلت اخترقته، ده هيعمل لك مساءله قانونيه وهيرفع عليك قضيه وهيطلع عينك. تمام، دي حاجه لازم تخلوا بالكم منها جامد جدا في الباج هانتنج عامه عشان ما تتعرضوش لاي حاجه قانونيه. بيبقى عندنا برضو الالاود تكنيكس، الالاود تكنيكس دي اللي هي بيبقى مديك طرق اختراق معينه انت ما ينفعش تطلع منها، يعني ما ينفعش مثلا تقول له تعمل عليه هجمه بروت فورس، فككم من الهجمات عامه ممكن ما تبقوش فاهمينها قوي، لكن انا بقول لكم مثال معين، ما ينفعش مثلا تعمل عليه هجمه معينه توقع له السيرفر بتاعه، هو بيقول لك لا، انت غير مسموح ليك انك تعمل لي الهجمه دي على الموقع بتاعي، لو عملتها انا ليا الحق ان انا اعمل لك ارفع عليك قضيه. بس تاني حاجه عندنا السكوب تايبس اللي هي البوكسز، احنا اول حاجه اتكلمنا عنها السكوب اوف ورك، ماشي، اللي هو نطاق العمل بتاعنا بيبقى قد ايه. تاني حاجه السكوب تايب اللي هو البوكس، البوكس ده عباره عن ايه؟ عندنا اول حاجه بلاك بوكس وجراي بوكس ووايت بوكس. البوكس ده اللي هو الصلاحيات اللي بتبقى ليك كمختبر للاختراق. مثلا البلاك بوكس اول حاجه عندنا، مش البروجرام ده مش بيبقى مديك اي صلاحيات على الموقع بتاعه وانت داخل تعيش فيه، خبط فيه، تتوه فيه براحتك، اكنك اتاكر بجد، اتاكر حرفيا هاكر وبيحاول يستغله، مش معاك اي معلومات فيه. تاني نوع الجراي بوكس، الجراي بوكس ده بيبقى اشهر نوع فيهم عشان او اكتر نوع يعني common او منتشر في البوكسز. ليه؟ لانه بيديك الموقع البروجرام مثلا انت بتحاول تباج هانت عليه، بيبقى مديك مثلا يوزر اكونت، لو اكنك يوزر عادي جدا 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 داخل على الاكونت بتاعك بالصدفه او مش بالصدفه، يعني انك بتبقى باج هانتر لقيت ثغره معينه، لكن بيبقى مديك صلاحيه انك تبقى يوزر مثلا بس. وعندك مثلا اي بي اي دوكيومنتس، اي بي اي دوكيومنتس دي بتبقى معلومات دوكيومنتد كده في المواقع، فككم منها دلوقتي، احنا كده كده هنشرحها في الموديول بتاع الويب، مش لازم تبقى فاهم منها هي بالظبط دلوقتي، لكن بيبقى مديك يعني بالمختصر كده الجري بوكس بيبقى مديك معلومات انت تقدر تشتغل بيها على تعمل بيها باج هانت. تمام. اخر واحد بقى الوايت بوكس، لو بيديك فول اكسس، مثلا مديك اكونت ادمن، فالاكونت الادمن ده بيبقى مثلا ليه صلاحيات على الداتابيز،
والله قدامه السورس كود كله بتاع الموقع يقدر يتفرج عليه ويلعب فيه، فبيديك صلاحيه كامله للموقع كله تقدر تعمل عليه تيست. تمام لغايه كده حد عنده اي اسئله؟ حد مش فاهم حاجه معينه؟ اتفضل. طب ما كده يا باشمهندس المفروض هو مقيدك بحاجة معينة. في انهي واحده بالظبط؟ يعني لما انت لسه قايل من شوية ان هو لو هو قايل لك مثلا ان انت تعمل اتاك معين وانت عملت غير اللي هو قايل لك عليه كده، يبقى هو من حقه ان هو يعمل لك مسألة قانونية. اكيد الباج هانتنج عامه ليه شروط. الشروط دهيت انت لو طلعت عنها ليه حق انه يعمل لك مساله قانونيه. يعني انت مثلا عملت بروت فورس اتاك او عملت اتاك معين، الاتاك دهوت على ادى بالسيرفر انه يقع، فهو ليه حق تمام الحق انه يقول لك لا انت وقعت لي السيرفر، انا ما كنتش متفق معاك على الكلام ده. فاهمني؟ اه تمام. لكن كل باج هانتنج بروجرام يبقى ليه شروط معينه ما ينفعش تطلع منها. لو انت طلعت منها ليه حق يعمل لك مساله قانونيه، لكن لو انت التزمت بالقوانين دي او بالشروط دهيت خلاص ملوش حق، ما يقدرش يقول لك حاجه. فهمت؟ طيب حد عنده اي اسئله ثانيه؟ يا باشمهندس احنا ممكن بعد ما نخلص الكلام النظري شوية ممكن نبتدي نقعد نسأل أسئلة لطيفة كده للشباب يعني. ماشي قشطه. إن شاء الله. ماشي نكمل. عندنا التوبيك اللي بعده السي اي اي ترايد. ايه هو السي اي اي ترايد؟ ايه هو السي اي اي اصلا؟ السي اي اي ده اختصار لثلاث كلمات: confidentiality integrity و availability. نبدأ أول حاجة بالconfidentiality. confidentiality بت ensures that data is not accessed by unauthorized users. يعني ايه؟ بتتأكد ان الداتا معينة ما حدش يقدر يدخل عليها غير الناس المصرح ليها. مثلا انا كياسر عامل اكونت يوزر عادي جدا على موقع معين، هل انا ليا صلاحيه ان انا ادخل بقى على الموقع ده واتفرج على الداتابيس كلها بقى واشوف مثلا اكونت ناس تانية على الموقع ده وتشوف الداتا بتاعتها؟ لا. فده بيبقى خلل في الكونفيدنشياليتي. لو في خلل في الكونفيدنشياليتي بيحصل ثريتس. زي الثغرات بقى، دي 4 انواع ثغرات، انتوا مش لازم تبقوا فاهمين ايه هي بالظبط دلوقتي، لكن ممكن يحصل بناء على الخلل دهوت يحصل فيها ثغرات. الثغرات دهيت انت ممكن تستغل بيها الموقع ده، اي اما بقى لو انت باج هانتر تعمل ريبورت بس. تمام. تاني حاجه معانا الانتجريتي دهيت ensures data is accurate and cannot be modified without authorization. يعني ايه؟ بنتاكد ان الداتا دهيت مظبوطه 100% ومحدش يقدر يعدل عليها وهو غير مصرح ليه. يعني انا كياسر برضو زي ما قلنا، انا كياسر يوزر عادي جدا، اكونت يوزر عادي جدا، ما اقدرش اخش اعمل نوتيفيكيشن او اعمل اي تغييرات او تعديلات على الداتا الموجوده على السايت او على البروجرام معين، ولان انا اصلا يوزر مش غير مصرح ليا او غير not authorized ان انا اعمل اي اكشن تضر الداتابيز الموجوده في الشركه دي او في البروجرام ده. تمام. تالت حاجه عندنا الافيلابيلتي. ايه هي الافيلابيلتي؟ ensures systems are available when needed. يعني مثلا اعتبر في بنك مثلا معين، البنك دوت انا ياسر رحت عند البنك دوت، والله انا عايز اسحب فلوس، رحت لهم مثلا الساعه 10، والله يا ياسر عايز اسحب فلوس الساعه 10. ماشي، هل السيرفيس دهيت او السيستم بتاع سحب الفلوس شغال الساعه 10؟ في الطبيعي شغال، لكن مثلا انا ياسر رحت الساعه 10 لقيته مش شغال، كده يبقى في خلل في الافيلابيلتي. يبقى في ممكن ايه بقى الخلل دهوت او حصل ازاي؟ ليه حصل الخلل دهوت؟ بيبقى حصل بسبب مثلا السيرفر وقع. السيرفر وقع ازاي؟ مع مصطلح السيرفر وقع ده حصل ازاي اصلا؟ السيرفر وقع بيبقى مثلا حصل ديدوس اتاك، ده هو اتاك كامل. مثلا انا كياسر او كهاكر معين اتاكر دخلت على السيرفر بتاع البنك، قعدت ابعت لهم ريكوست مليون ريكوست في الثانيه الواحده، لحد ما السيرفر ما قدرش يواكب سرعه الريكوست دهيت، قام السيرفر وقع.
السيستم وقع، فما عادش فيه امكانيه ان ياسر مثلا اللي كان رايح البنك عشان يسحب فلوس ما عادش يقدر يسحب فلوس دلوقتي. السيرفر وقع وما حدش يقدر يعمل حاجه. تمام، دي برضو اتاكس مش لازم تبقوا فاهمينها قوي دلوقتي، لكن هتفهموها برضو في موديول الويب لما نبدا ان شاء الله. ان شاء الله السيشن الجاي. تمام، حد عنده اي اسئله؟ لو حد مش فاهم نقطه معينه مثلا في السي اي اي، ده عامه من اهم التوبكس اللي المفروض تبقى فاهمينها في المجال عامه. تمام، نكمل. التوبيك اللي بعده عندنا authentication versus authorization. ايه هو الاوثنتيكيشن وايه هو الاوثرايزيشن اصلا؟ الاوثنتيكيشن ده هو verifying identity. يعني ايه verifying identity؟ يعني مثلا انا كياسر داخل على بروجرام، البروجرام ده عايزني اثبت ان انا ياسر فعلا، او ده عايزني اثبت ان انا ياسر عشان ادخل على الاكونت بتاعي. اثبت ازاي ان انا ياسر؟ باسورد. تكتب الباسورد بتاعك كده انت اثبت انك ياسر بس. او مثلا فينجر برينت اللي هو بايومتريكس، مثلا نحط بصمه ايدك مثلا كده. ايه هو الاثورايزيشن بقى وايه الفرق بينه وبين الاوثنتيكيشن؟ الاثورايزيشن ده هو بيبقى كنترولز يوزر بيرميشنز. يعني ايه كنترولز يوزر بيرميشنز؟ يعني انا كياسر بعد ما ادخل على الاكونت بتاعي واثبتت ان الاكونت ده بتاع ياسر وحطيت الباسورد وكل حاجه تمام، ايه الصلاحيات بقى اللي ياسر بالاكونت بتاعه يقدر يعملها على البروجرام ده؟ هو ده الاثورايزيشن. بيتحكم بالبرميشنز المسموحه لياسر بس. تاني توبيك معانا الثريت والفولنربيليتي والريسك مانجمنت. ايه الفرق بين الثلاثه؟ معلش يا باشمهندس، اتفضل. انا بس عايز اسال سؤال كده للشباب، يعني عشان بس ممكن يكونوا صراحه شويه في حته السي اي اي عشان هي مهمه شويه. اتفضل. طيب انا هسالكوا سؤال وانتوا قولوا لي كده، يبقى خلل في الكونفيدنشاليتي ولا الانتجريتي ولا الافيلابيلتي دلوقتي. يعني في ناس طبعا اللي حضرت معانا كانت يوم الايفنت. كنا احنا عملنا حركة لطيفة كده، كنا عملنا شوية سوشيال انجينير كده، وعرفنا ان احنا ندخل لمكان ما كانش ينفع ان احنا ندخله. ماشي. طيب، فحاجة زي كده الخلل اللي حصل ده كان في كده confidentiality ولا integrity ولا الavailability؟ ماشي، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو المفروض ده غلط في الكونفيدنشاليتي، ان انت دخلت على مكان او اطلعت على حاجات ما كانش المفروض تطلع عليها. ماشي، انت ما خلاص. منعتش انا بيانات، ما منعتش انا سيرفيس عن حد، فانت دول بعاد عندك الانتجريتي والافيلابيلتي. تمام، ماشي، خلاص انا عرفت اجابتك. وفي عبد الودود قال لي الافيلابيلتي ومياد قالت الافيلابيلتي. طب ايه، انا عايز ال 16 واحد اللي معايا هنا يجاوب. يعني انا هاخد رايك حتى لو غلط، بس انت كتفكير كده. انا واحد دخلت الحاجه والحاجه دي اصلا ما كانتش مصرحه ان انا ادخلها، مثلا قاعه ما كانش ينفع ان انا ادخلها، وانا قدرت بطريقه ما ان انا ادخل جوه القاعه دي. كده انا قدرت اكسر حاجه من التلاته دول، اللي هي الكونفيدنشاليتي، انتجريتي، افيلابيلتي. طيب هو انا عندي بس تنويه بسيط على الجمله. هو انا قدرت ادخل ازاي يا باشمهندس؟ بطريقه غير مصرحه. ايه الطريقه غير مصرحه كانت ازاي؟ هل انا تلاعبت مثلا بالبيانات بتاعتي، ولا هل انا عملت اكشن غير مصرح ليا بيها؟ لا، هو انا عملت اكشن غير مصرح ليا. ماشي. تمام. ماشي، يعني مفيش غير تلاته ليه اللي جاوبوا؟ يعني جاوبوا يا شباب عادي. ماشي، احمد نادي قال لك دي انتجريتي. ماشي، قول يا جليتشي. افيلابيلتي. حاجه اضافيه بس، انت تلاعبت بحاجات غير يعني انت عملت كنترولز غير مصرح بيك انك تعملها. انت كده هي لازم، انت كده لا، بوظت انا الاوثنتيكيشن تقريبا، لا او الاوثرايزيشن تقريبا. انت كده لعبت انا في انا الاوثرايزيشن هحسبها. برضه. ما هو الاوثرايزيشن عامه تبع الكونفيدنشاليتي برضه، يعني انت اجابتك هتبقى هي. بالظبط، فانا قلت اضيف ايوه، الحته دي يعني. ما هو الكونفيدنشاليتي بصفه عامه اللي هو السريه، وعندك الانتجريتي اللي انا سلامه البيانات او السلامه ان هي توصل بالسلامه من غير ما يحصل اي حاجه فيها. افيلابيلتي ان انا يبقى الحاجه عندي على طول متوفره. فالناس معظمها جاوبت يعني في confidentiality availability، يعني انا شايف الثلاث اجابات موجوده.
طيب ممكن ناخد مثلا حد من اللي قال availability ونقول له ليه. ماشي، نختار عشوائي بقى. قول يا يوسف طلع عشان خايف. كنت هختاره سبحان الله. ماشي، قولي يا آلاء، ليه مثلا انت اخترتي موضوع الافيلابيلتي؟ اشمعنى اخترتي availability؟ طيب واضح ان الاء اوت اوف مود، فممكن نختار حد تاني. حد تاني يا شباب ممكن يتطوع، ولا لازم برضه نختار عشوائي؟ حد يتشجع كده يا رجاله. ماشي، اختار يا باشمهندس. نختار مثلا ميادة. يلا سلام. لنا يا ميادة، رأيك ليه اخترتي availability؟ I don't know confidentiality is probably right. ماشي. تمام. تمام، هي availability كنت مختارها ان هي على اساس ان هي تكون متاحة في كل الوقت، بس امم اني انا تراجعت عن الاختيار. يعني حسيت ان هي غلط. طب انت ايه اختيارك بس التاني؟ طيب confidentiality confidentiality برضو. السرية. تمام. ماشي، هي طبعا الإجابة الصح هي confidentiality فعلا، لأن مظبوط. أنت طالما عملت حاجة أنت كان غير مصرح أصلا إن أنت تعملها، يبقى أنت كده كسرت موضوع ال confidentiality. لازم قال لك الباشمهندس إن الداتا ما ينفعش توصل ل unauthorized user، ما ينفعش حد يبقى غير مصرح ليه إنه يدخل للداتا ديت. أنا مثلا أدمن، هل لو أنا واحد يوزر عادي أقدر أعمل حاجات الأدمن كده؟ يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا كسرت موضوع ال confidentiality السريه. المفروض ان انا مثلا لما انا اعمل ابلكيشن او ابقى واثق ان اللي مش عارف يغير البيانات بتاعتي هو الوحيد اللي يقدر، مين؟ الادمن. طيب لو واحد يوزر زيي وقدر يعدل معلومات، قدر قصدي يدخل على المعلومات بتاعتي او يدخل على حاجه هو ما كانش ينفع يدخلها زي الادمن، كده انا كسرت موضوع الكونفيدنشاليتي. طيب هديكوا اكزامبل تاني وقولوا لي دي هتبقى انهي واحده من الثلاثه. لو انا عندي برنامج حلو، والبرنامج ده بيبقى فيه تحويلات. حلو. طيب وانا في وسط التحويل ده قمت بدل المفروض ان انا احول مثلا 1000 جنيه لصاحبي، حلو، هو انا قدرت بشكل ما ان انا اخليه بدل ما يحول لي 1000 جنيه عرفت اخليه له يحول لي 10000 جنيه. كده يبقى انا كسرت الكونفيدنشاليتي ولا الانتجريتي ولا الافيلابيلتي؟ ماشي. مين اللي رفع ايده الاول؟ محمد تقريبا. لا مش عارف التاني. عبد الرحمن. قول يا عبد الرحمن، هجيبك بعدها ده كده سلامة وصول البيانات. ماشي اوكي. وانت جلتش نفس السؤال تاني ان نفس انا الكلام بالظبط. بالظبط ان انا كان عندي ترانزاكشن، وانا قدرت اخلي صاحبي ده بدل ما يحول لي مثلا انستا باي 1000 جنيه عرفت ان انا اخليه له يحول لي 10000 جنيه. كده انا قدرت اعمل ايه؟ كده انا تلعبت المفروض بالانتجريتي، سلامة البيانات. ماشي، يعني انتوا كلكم المره دي الصراحه موافقين على انتجريتي، ما شفتش حد جاوب حاجه تانية. انتجريتي. ماشي، طبعا الاجابه صح. كده يبقى انت عرفت الفرق فعلا صح، اللي هو الانتجريتي طبعا ان انا قدرت. انا ماليش دعوه، انا ما خدتش مكان ولا حاجه ولا انا عملت اي حاجه. هي الفكره ان انا تلاعبت بالبيانات نفسها، خليتها بدل ما الفاريبل مثلا كان 1000 عرفت اخليه كام؟ 10000 جنيه. فانا كده قدرت العب في موضوع الافيلابيلتي اللي هو سلامه البيانات. المفروض ان هي البيانات دي توصل 1000 توصل من غير ما يحصل لها اي حاجه. طالما ابتدى حد يعرف يتلاعب فيها وعرف يحولها من قيمه لقيمه اخرى، يبقى هو قدر يكسر موضوع الانتجريتي. فانتوا خلي بالكم دايما لما تيجي فكروا دايما بموضوع السي اي اي اللي عندي confidentiality integrity availability، التلاته لازم يبقوا موجودين. طيب موضوع زي اللي هو اكزامبل الاخير اللي انا هقوله، موضوع الديدوس اتاك. الديدوس اتاك يعني هو ببساطه ان هو من الاخر يعني ملناش علاقه هو بيعمل ايه بالظبط، يعني هنعرفها في الويب، بس هو الهدف بتاعه ان هو بيوقع الموقع تماما. مش احيانا تيجي كده تفتح موقع يقول لك لا سوري مثلا في مشكله عندنا في السيرفر، او بنعمل مثلا اصلاحات او طيب كده يبقى في حاجه من التلاته برضو اتكسرت. هتبقى ايه اخيرا؟ طبعا الافيلابيلتي. ليه؟ لان المفروض ان الموقع ان انا 24 ساعه اقدر افتح فيه في اي دقيقه على طول افتح الموقع الاقيه شغال. مش طبيعي ان انا اجي افتح مثلا موقع الاقيه فجاه وقع. وطبعا اشهر اتاك ان انت تقدر توقع بيه
المواقع هو الايه الديدوس اتاك. بس زي ما انت شفتوا، مش عارف في حد شاف ولا لا، بس كلاود فلير وقع منه موضوع الافيلابيلتي ده لمدة تقريبا حوالي 7 ساعات، وده وقع حوالي نص الانترنت تقريبا مبقاش يفتح، لان كلاود فلير كان معتمد على الايه المواقع دي كانت معتمدة على الكلاود فلير بطريقة قوية يعني. مش عارف حد شاف الموضوع ده ولا لا، بس ده طبعا ايه كسر الافيلابيلتي بتاع نص الانترنت، وده علم الناس ان انت ما ينفعش يعني نص الانترنت يعتمد على سيرفيس واحدة بس. فطبعا ده كان موضوع كبير قوي، ان انا قدرت اكسر الافيلابيلتي بتاعت نص الانترنت كلها بسبب موضوع الكلاود فلير اللي حصل، كان لسه يا دوب من اسبوع تقريبا. بس يعني دايما لما تيجوا تشوفوا اي ثغره، بص هي بتلعب من ناحيه الكونفيدنشاليتي ولا الافيلابيلتي ولا الانتجريتي. طب انت من رايك مين اخطر واحده، الافيلابيلتي ولا الكونفيدنشاليتي ولا الانتجريتي؟ ماشي، قول يا جليتش. بص التلاتة يعني انا شايفهم التلاتة اهم من بعض، يعني ما ينفعش نقول انهي واحدة فيهم اهم من التانية، لان كل واحدة فيهم هي هتضر بالسيستم بشكل او باخر ومش بشكل بسيط. يعني لو هنتكلم عن الكونفيدنشاليتي مثلا، فالمعلومات السرية اللي عندي في السيستم، زي مثلا ان انا لو فاتح مثلا حاجة زي مثلا متجر الكتروني، فبيانات العملاء بتوعي دي عبارة عن بيانات داتا، فما ينفعش اي حد يطلع عليها. فاي حد هيطلع عليها ده خرق للكونفيدنشاليتي، وده مش هيبقى شيء لذيذ. يعني ان انا مثلا كريدت كارد نمبرز كل الكلام ده. الانتجريتي لو لعبت في الانتجريتي هتدمر الدنيا حرفيا. زي ما انت قلت، انا بدل ما احول 1000 ممكن احول 10000. او مثلا ان انا بدل ما الكوبون اللي انا هستخدمه في الموقع هيخصم لي 1% من المنتج، ممكن اخليه يخصم لي 100%، فانا هاخد المنتج فري. ولو الافيلابيلتي لو اتشالت فمفيش سيرفيس اصلا. فالتلاتة اهم من بعض. طبعا هو انت كلامك صح 100%. طبعا انا كنت مستني اصلا الاجابه دي، انا كنت متاكد ان واحد هتقول confidentiality وانتلي انتجريتي، كل واحد هيبقى برايي، بس هو في الاخر طبعا الثلاثه اهم من بعض. لان هو ده اصلا، انت لو شفت السي اي وكتبتها كده على جوجل بصفه عامه هتلاقيها دايما معموله على شكل مثلث، يعني كل ضلع من دول مفيش ضلع يقدر يقع من الضلع التاني، والثلاثه هتلاقيهم مرتبطين ببعض بشكل ما. فطبعا هي دي خطيره ودي خطيره ودي خطيره، الثلاثه خطورتهم قد بعض. انت ما عندكش افيلابيلتي يبقى انت ولا في كونفيدنشاليتي ولا انتجريتي من بابه اصلا. فيعني طبعا يعني هي الافيلابيلتي، يعني لو هنختار هتبقى الافيلابيلتي، انا الصراحه رايي. بس طبعا زي ما انا بقول لك، هم الثلاثه ما ينفعش ضلع واحد منهم يقع، يعني هم دول كده اصلا. حتى هو بيسموه السي اي اي ترايد، اللي هو جاي من كلمه تراينجل، عشان كده هو ده بيبقى على شكل اللي هو المثلث، ان مفيش حد يقدر يقع من التاني. هما التلاتة لازم يبقوا لينكد ببعض ومعتمدين على بعض. بس فدي حتة ال CIA يعني. بس حتة بقى ال authentication وال authorization ديت، هي بقى النطاق عن موضوع ال confidentiality، يعني الاتنين كده كده ليهم علاقة بسرية البيانات. بس ال authentication هو بس بتقول هو أنا مين، هو أنت ياسين ولا أحمد ولا محمد ولا مصطفى ولا. طيب قلت له وليكن مثلا أنا ياسين، حلو. هيجي بقى مين اللي يتأكد؟ الاوثنتيكيشن يقول لي طب انت ياسين، طب هات لي باسورد، هات لي OTP، حط لي مثلا بصمتك، انا عايز اتاكد ان هو انت مين، ياسين. طيب اتاكد ان هو هنا ياسين، خلاص، وفعلا متاكد ان هو ياسين والدنيا تمام. هتيجي بقى تقول له، طب هيجي يقول لك هو انت يا ياسين انت يوزر ولا انت ادمن؟ رحت قلت له لا ده انا ادمن، ماشي. طيب جه بقى مين هيجي دوره؟ هيجي دور الاوثرايزيشن، ان هو هيتاكد فعلا ان انا ادمن. طيب لو انا ما طلعتش ادمن هيجي يبعت لي الايرور، طبعا زي ما قلت لكم في ايرورز طبعا مش عارف هناخدها في الويب تاني، بس هيطلع لك غالبا ايرور 403 اللي هو unauthorized، او ان انت مالكش اكسس على البيج ده. بس وطبعا في الويب ان شاء الله ممكن نعرف باي باس للطرق ديت، ان انت ازاي تعدي الموضوع ده، تحاول توصل انك تبقى ادمن بشكل ما. ف يعني دي بصفة عامة بس المفاهيم الأصلية، عشان انت يعني المفاهيم دي انت لو مش فاهمها واجي اقولها لك او استعملها في ناحية الويب هتلاقي نفسك مش فاهم، الموضوع يتهل معاك. فانت اعرف المفاهيم. هي السيشن نظري ويعني سخيفة شوية او مملة، بس انت لو ما فهمتش الكلام ده انت مش هتفهم اي حاجة في الويب خالص. كل الكلام هيبقى على اللي احنا بنقوله ده بالظبط. يعني هو كلام نظري، بس ما ينفعش حد ما يبقاش فاهم كلمة من الكلام اللي احنا بنشرحه ده. بس حاولت اوصل لكم باكزامبل عشان يعني الدنيا توصل لكم اكتر يعني.
ماشي، اعتقد باشمهندس ياسين اداكوا ريكاب بسيط، فصلكوا شويه. يلا نكمل، بسم الله الرحمن الرحيم. تالت حاجه معانا الثريت والفولنربيلتي والريسك مانجمنت. ايه الفرق بينهم بين الثلاثه دول؟ اول حاجه الثريت. الثريت ده هي عباره، الديفينيشن بتاعها عباره عن اي شيء عنده قابليه انه يسبب ضرر. زي ايه؟ هاكرز، او فيروس الفدية اللي هو رانسوم وير، او انسايدر ثريت لو مثلا واحد شغال في شركه فيقدر ياكسس البيانات بتاعت الشركه دي بشكل معين ويعملها، يستغلها مثلا، او يسبب للشركه دي اضرار. ده الثريت. ماشي. تاني حاجه معانا الفولنربيلتي. ده ويكنس في السيستم. ويكنس في السيستم يعني ثغرات، مثلا زي السيكوال انجكشن، زي الاكسس اس، زي المسكونفيجرد اس 3 باكيت، اي يكن. دي حاجات مش مهم تبقى عارفينها دلوقتي، كده كده هناخدها في الثغرات في موديول الويب، لكن ده اكزامبلز للثغرات اللي ممكن تقابلوها كفولنربيلتي. ماشي. اخر حاجه بقى ايه هو ريسك مانجمنت؟ ريسك مانجمنت ده قصه عباره عن ايه بقى؟ اول حاجه ايه هو الريسك؟ الريسك ده عباره عن ثريت ملتبلاي الفولنربيلتي ملتبلاي الثريت والفولنربيلتي اتكلمنا عنهم فوق. ايه هو ثريت؟ اللي هو اي حاجه عنده قابليه انه يسبب ضرر. ايه الفولنربيلتي؟ ثغره او نقطه ضعف في سيستم معين. لما بيجتمعوا مع بعض والاجتماع ده هو بيسبب امباكت او بيسبب ردة فعل على السيستم، ده بيكون ريسك. تمام. عندنا بقى حاجه اسمها ريسك مانجمنت ستيبس. ايه هي ريسك مانجمنت ستيبس؟ عندنا اول حاجه ال identify vulnerabilities. انت كريسك مانجر بتحدد ايه نقاط الضعف في السيستم دي، او انت كاتاكر او ريسك مانجر او اي يكن عايز تعمل مانجمنت للريسك ده هو اللي حصل، فانت بتحدد ايه الثغره اللي حصلت او ايه نقطه الضعف اللي حصلت في السيستم ده هو. تاني نقطه او تاني ستيب، بتعمل انالايز للامباكت. انالايز للامباكت بمعنى ايه؟ يعني مثلا في ثغره حصلت وواحد عرف يخترق الداتابيز بتاعت الشركه، هل قدر يوصل لبيانات حساسه قوي في الداتابيز او حصل امباكت عالي قوي بنقطه الضعف دهيت؟ دي بقى اللي بيتحدد بعدها في الستيب 3 اللي هي برايورترايز. فانت بتحدد هل الامباكت ده كان عالي هاي ولا متوسط ميديوم ولا لو، كان ثريت بسيط قوي او امباكت بسيط قوي، وردة الفعل كانت عادية، ما حدش مهتم حرفيا، حاجة حصل حاجة ما حدش مهتم بيها. رابع نقطة بقى mitigate or accept. يعني ايه mitigate؟ يعني mitigate بمعنى انك تتعامل او تتصرف معاها او تكفر الامباكت بتاعها. مثلا لو كان الامباكت هاي فلا، لازم نتصرف بسرعة قبل ما السيرفيسز بتاعتنا او الشركة بتاعتنا تقع، لازم نتصرف عليها بسرعة. وكذلك لو كان ميد، مثلا حصل ليكج في الداتابيز او حصل تسريب من المعلومات من الداتابيز بتاعت الشركه، لا لازم حد يتصرف بسرعه، فلازم نعملها ميتيجيشن او لازم نعمل كفرنج للي حصل. لو كانت له بقى فدي حاجه ممكن نعمل لها اكسبشن، اللي هو تتقبل الامر الواقع. والله عندنا ثغره في مكان كذا، لكن هل الامباكت بتاعها كان عالي؟ لا، الامباكت بتاعها واطي ومحدش مهتم، فخلاص سيبها زي ما هي بقى، سيبها على الله حرفيا. خامس خطوه اللي هي مونيتور. مونيتور ده مثلا انت لو عملت اكسبت وسبتها على الله وخلاص بعت القضيه، تفضل تراقب حرفيا، افضل باصص عليها، اللي هو لا حد يقدر برضو يسبب مشكله او خطوره كبيره من الثغره اللي انا سبتها وكانت له دهيت. ان ممكن اصلا بعد ما انت تعملها اكسبشن خلاص وتسيبها على الله، ممكن حد يوصل بالثغره ديت اللي انت طنشتها، مثلا يوصل بيها لغايه هاي، انها تبقى ثغره هاي كريتيكال. لو كانت هاي او كريتيكال فلا، انت كده ممكن الشركه تقع، ممكن الشركه تقع وانت اصلا سايبها على الله. فلا، انت لازم تعملها مونيتور برضه وتفضل باصص عليها. انا مراقبك، حاجه هتحصل هتقدر تعمل حاجه؟ لا. وعامه كل vulnerability وليها، يعني ليها severity او ليها شده. مثلا لو لقيت مثلا vulnerability او ثغره في بروجرام دهوت اللي احنا كنا فاتحينه دلوقتي وتبص على السكوب بتاعه، لو لقيت ثغره له في البروجرام دوت هتاخد مثلا فلوس كذا، لو لقيت ثغره ميديوم هتاخد فلوس كذا، لو لقيت ثغره هاي هتاخد فلوس كذا، لو لقيت ثغره كريتيكال بقى ربنا يبارك لك يا عم، وانت بقيت مليونير خلاص الحمد لله. ماشي. دي كل الثغرات. الحاجه اللي قبل الاخيره معانا تقريبا اللي هي السي في اي والسيفيريتي.
احنا لسه قايلين ايه هي السيفيريتي دلوقتي، اللي هي شدة الفولنربيليتي او الامباكت بتاع الثغرة اللي احنا لقيناها، هي دي السيفيريتي. في اي بروجرام معين بيبقى ليه سيفيريتي، جدول كده بيحدد لك كل vulnerability الفلوس اللي هتاخدها عليها كام. ايه هي بقى السي في اي؟ السي في اي ده اختصار ل Common Vulnerability and Exposures. بمعنى ايه؟ ده بيبقى اي دي، زي مثلا حصل والله ثغرة في سنة 2020. الثغرة دهيت كانت بتتحقق ازاي؟ كانت بتتحقق مثلا على سوفت وير لينكس، او على فيرجن لينكس بتاع سنة 2020. فانت بتقول اللي هي السي في اي، بعدها السنة اللي حصلت فيها الثغرة دهيت أو اكتشفت فيها الثغرة دهيت لأول مرة، حد اكتشفها لأول مرة، بعدها رقم الثغرة بس. مثلا ده اكزامبل السي في اي بتاع اباتشي ستراتس ار سي اي او ريموت كنترول اكسكيوشن بس. ده اكزامبل ليها، وده قلنا ايه هي السيفيريتي ليفلز اللي هي كريتيكال وهاي وميديوم ولو. اخر حاجة معانا عشان نبقى خلصنا من السيشن دي، انا عارف انها سيشن نظري كده ورخمة شوية، لكن دي اخر حاجة معانا خلاص الحمد لله. ايه هي البنتريشن تيستينج بروسيسز؟ اول penetration testing process اللي هي reconnaissance. طبعا مفيش اي عمليه pen testing يخلو منها reconnaissance، مستحيل. reconnaissance ده انت بتجمع فيها كل المعلومات عن التارجت اللي انت بتحاول تعمل اختراق عليه. تاني ستيب اللي هي scanning and enumeration. scanning and enumeration دهيت من يمكن تعتبر اهم خطوه اذا كانت لم تكن الاهم، من اهم الخطوات اذا لم تكن الاهم يعني. ليه؟ لانك انت بتحدد الاتاك سيرفيس بتاعك. انت خلاص انت لقيت جمعت الانفورميشن بتاعتك خلاص وبس، لكن ما عملتلاش فلتريشن. ما عملتلاش فلتريشن ازاي؟ مثلا انت جمعت دومينز كتيره جدا 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 في بروجرام معين او ويب بروجرام معين. الدومينز دهيت انت هتقعد تفلتر فيها بقى. والله الدومين ده ممكن الاقي فيه ثغره كذا، الدومين ده ما مش ممكن ما يبقاش ليه لازمه قوي، لا الدومين ده فعلا مهم جدا وممكن اقعد اعمل بين تيستنج عليه كتير، هكذا. بعدها الاكسبلويتيشن، خطوه الاكسبلويتيشن use vulnerabilities to gain access. بعد بقى ما تفلتر وتجمع كل المعلومات اللي انت عملتها في الخطوتين اللي فاتوا، تحاول تستغلها. تستغلها ازاي بقى؟ بالثغرات اللي انت درستها او هندرسها ان شاء الله في الموديول الويب يعني، وتحاول تجين الاكسس غير مصرح بيها ليك. يعني مثلا انت قدرت تدخل على الداتابيز بالثغرات اللي انت لقيتها دي، الحمد لله بقى معاك مثلا ثغره كريتيكال تقدر تبلغ عنها وعيش يا معلم. بعدها بوست اكسبلويتيشن، او بمعنى ما بعد الاكسبلويتيشن. ما بعد الاكسبلويتيشن بقى انك تحاول تمنتين الاكسس. يعني ايه تحاول تمنتين الاكسس؟ يعني انت خلاص خدت الاكسس وبقيت جامد وبقيت ادمن مثلا على الصفحه بطريقه غير قانونيه او غير مصرح بيها يعني، او لقيت vulnerability وبقيت ادمن، فتحاول تحافظ على الاكسس دهوت او تحاول تحافظ على الادمن دهوت لاطول فتره ممكنه فيه تقدر عليه. بس هو ده البوست اكسبلويتيشن. بعدها الريبورتنج بقى اخر خطوه، انك بتبلغ عن الثغره دهيت وتقول والله انا لقيت ثغره كذا 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 في البروجرام بتاعكم، انتوا راجعوا عليها وبعتوا لي الفلوس على الانستا باي. بس وكده خلصنا السكيورتي بلس يا شباب. حد عنده اي اسئله في الكورس كله ان شاء الله؟ كده كده لسه يا شباب السيشن ما خلصتش، هنقعد نسال اسئله بقى. هنقعد نسال لك اسئله حبه حلوين كده. حد عنده اي اسئله يا شباب في السيشن كلها؟ لو في نقطه مثلا مش واضحه معايا او عايز نعيد اي حاجه براحتكم. مين رافع ايده؟ لا مفيش لسه استئذان دلوقتي خالص. لا احنا قاعدين مع بعض. ما تحلموش ان السيشن توصل لساعه دي، لا ما ينفعش. شوف والله انا راجل طيب وكنت عايز انامكم بدري، بس والله باشمهندس ياسين بقى ناوي يسهركم النهارده، انا بريء منه عامه. للاسف يا باشمهندس خلاص. ماشي خلاص ماشي، اتفضلي مش مشكله. ماشي خلاص، يعني محدش عنده سؤال، كله بالنسبه له الدنيا تمام. ماشي، ممكن نربط بقى ايه سيشن الكريبتو بسيشن النهارده. انا دلوقتي زي ما قلت لكم في الكريبتو، شفت الفيديو اصلا اللي انا عملته؟ ما تكتش فيه يعني ان شاء الله ما لقيتش غير رياكتين تقريبا على الفيديو اللي انا بعته في الكريبتو.
خسارة فيكم يا شباب. ما لقيتش رياكتين بالظبط. ما لقيتش حد يعلق خالص على موضوع الكريبتو ده. هي قلة التقدير دي اللي صبت اه مكان الناس. شفت يا باشمهندس. ماشي خلاص نسأل بقى عليها. حبيبي يا يوسف حبيبي. ما تقبلوا لي كده اي حاجة احس ان انتوا عايشين بس على وجه الارض. طيب حبيبي لو انا كنت قاعد كده بهنت على بروجرام معين، المهم ان انا قدرت اوصل لكود معين. الكود ده كل اللي بيعمله ان هو بيعمل هاش، بعد ما بيعمل هاش بيعمل الانكريبشن بطريقة ما. حلو. وانبعت المسج. انا كنت راجل ما شاء الله حريف كريبتو جدا يعني، وبعرف افك اي شفرة بتقف قدامي. قمت واخد الايه المسج الجميلة دي، لقيت الانكريبشن ده كان معمول بطريقة ضعيفة، وقدرت ان انا افك التشفير. بعد كده لقيته معمول هاش، وقدرت بطريقة ما بالريمبو تيبل ان انا اوصل للبلين تكست. كده انا برضو في السي اي اي لو انا عملت حاجة زي كده انا قدرت اوصل لحاجة confidentiality ولا availability ولا integrity؟ اتفضل. انت كده المفروض لحد دلوقتي لو انت ما لعبتش في الداتا لحد دلوقتي ايوه انت كسرت confidentiality. لو لعبت في الداتا تبقى كسرت confidentiality وانتجريتي. ماشي. طيب حد عنده إجابة تانية؟ كل ماشي، يعني كله موافق على confidentiality. خلاص. لا انتوا ما شاء الله شكلكم مذاكرين security بلس اصلا. طيب لو انا كنت بعمل اتاك. حلو. والاتاك ده انا كنت عملت اتاك اسمه مان ان ذا ميدل اتاك، وده وليكن ان انا عندي جهازين، وانا قدرت بطريقه ما ان انا اتنصت على الترافيك او النتورك اللي جاي ورايح من عندي. حلو. كده يبقى انا لعبت في ايه؟ قدرت اوصل لطريقه انتجريتي confidentiality ولا availability؟ يوسف ما شاء الله جاب بسرعه انتجريتي كل ست. بدأ من قبل ما نتكلم. ماشي، في اختلاف هنا، واحد قال انتجريتي وconfidentiality. ماشي اتفضل يا ميادة. هي confidentiality اساسا، لان confidentiality يعني سريه، وانا اكتشفت السريه بتاع البيانات دي لان من زميل انا بتصنت في النص. ماشي تمام. طيب لو انا قدرت ان انا اخد المسج دي وقدرت العب فيها كده، يبقى انا كسرت كام حاجه؟ مين؟ ايه هما؟ confidentiality وانتجريتي. ماشي. لا ما شاء الله، انت كده بقيتوا عالميين من سي اي اي خلاص. طيب ماشي. لو انا بطريقه ما عملت اتاك معين، والاتاك ده انا قدرت اخد بيه الداتابيز بتاعه الشركه كلها، كده انا كسرت الايه؟ ماشي. confidentiality. ماشي لا الشباب ما شاء الله خلاص، يعني اظن ان الحته دي اتهرست. طيب انت قلت لنا ايه تاني يا باشمهندس؟ شرحت لنا ايه تاني يا باشمهندس؟ نسأل عليك. مثلا طيب ماشي خلاص، عندي سؤال. لو انا راجل قاعد وكل اللي انا بعمله ان انا براقب الشبكه رايحه فين جايه منين، براقب لو في اي اتاك ممكن يحصل كده، انا تبع انهي كاتيجوري؟ ماشي. واحده جاوبت وقالت سك. انا كده اسمى تحت بند ايه؟ ماشي. السك بلو تي، سك تير 1. ماشي. ده بيقول لك بالتير كمان، ما شاء الله. والله عايش. ماشي. حد عنده إجابة تانية غير السك؟ طيب أنا واحد دلوقتي قاعد في الشركة، وواحد جالي وقال لي بص يا فندم احنا جالنا مالور بطريقة ما، والمالور ده دمر لنا 1 2 3 4.
ممكن تيجي تقول لي السبب او ايه اللي حصل في شركتي عشان يحصل اللي حصل فيا ده؟ كده انا بقى تحت بند ايه؟ ماشي، مالويل اناليست مالويل اناليست. هي مش مالوير اناليست، هي مالوير اناليست دي هو اللي بيعملها اصلا حد معين. ايوه هو ده اللي جاوب، ده جليتش شاطر. الدي اف اي ار اللي هو الديجيتال فورنسكس. مش عارف حاجه اي ار دي مش مهم، بس انا انفورميشن حقيقيه. بس ايه ديجيتال فورنسكس ده؟ على فكره شباب، انتوا اصلا يعني ان شاء الله لما نوصل لموضوع السي تي افس، انتوا هتلاقوا نفسكم اصلا بتتخصصوا في الكلام اللي احنا بنقوله ده. هتلاقي ناس منكم قلبت سك، هتلاقي ناس قلبت منكم دي اف اي ار، هتلاقي ناس قلبت منكم ريد تيم وويب. فطبعا هو الاجابه الصح هي فعلا ديجيتال فورنسكس. هو ده راجل اصلا فورنسكس اساسا يعني جنائي. فانت عامل بالظبط زي المحقق كده لما يجي يحصل مثلا جريمه قتل، فانت حضرتك بتحاول تشوف الادله اللي حصلت، السكينه دي إيه اللي ممكن يبقى فيها بصمات ايه. فانت حضرتك بتبدا تحلل الكلام ده وبتبتدي تشوفه. وغالبا ده بيبقى شغل واير شارك لو حد عارفه، يعني ده حاجه للنتورك. تقدر توقف الباكيتس، تشوف الباكيتس ايه اللي حصل ومين اللي جه ومين اللي راح. فده طبعا اللي بيعمل الكلام ده هو الدي اف اي ار. طيب لو انا دلوقتي بعمل اختبار اختراق، حلو، ولقيت نفسي ان انا مش عارف اخترق الكلام ده عشان واحد سبقني بخطوة، او واحد توقع اللي انا كنت هعمله فقدر ان هو يمسك الثغرة ديت مع انها جديدة. بس هو قدر يمسك الحاجة ديت. فمين اللي يقدر يسبق او دايما بيفكر انه يسبق الهاكر بخطوة، وان هو يحاول يقفش هو هيعمل ايه من قبل ما يحاول يخترق الشركة ديت؟ كده انا بقى اسمى تحت بند ايه؟ ماشي، طه قال لي ثريت هانتر. something threat. ماشي تمام. حد عنده اجابات تانية؟ ماشي خلاص صح، هي فعلا ثريت هانتر. هو ده فكرة الثريت هانتر فعلا، ان هو بيحاول يسبق دايما الهاكر بخطوة، ان هو يحاول يوقف الهجمة او يتوقع الهجمة، ويفضل دايما يفرض سيناريوهات ان هو اكنه مخترق، ويحاول ان هو يقفل الثغرات دي قبل ما تظهر. طيب في ايه تاني يا باشمهندس اتكلمنا عنه ممكن نسأل؟ يعني اظن المجالات تمام. طيب لو انا بعمل penetration testing في شركة، وقالت لي بص يا باشمهندس احنا شركة معينة بس احنا هنشغلك بلاك بوكس. طيب فحد يقول لي يعني باختصار كده يعني ايه البلاك بوكس ده؟ يعني يجي يقول لي انت هتشتغل بلاك بوكس، يعني ايه هشتغل على البلاك بوكس؟ ماشي اتفضلي يا مياد. استنى جليتش عشان عارف ان انت ان شاء الله هتجاوب صح. بلاك بوكس عبارة عن ان هي هتديني الموقع ومش هتديني اي معلومات تانية. يعني هتديني موقع الشركة دي ومش هتديني اي معلومات، انا بنفسي اكتشف بقى مين المدير، مين السكيورتي، الحاجات دي. هي مش هتديني اي حاجة. بالظبط. طيب يبقى هو فعلا كل اللي الراجل بيديهولي اللي هو بالظبط انا ما اعرفش اي حاجه عن الشركه، هو يا دوب غير اسمها. انت حضرتك بقى بتستكشف هم ايه المواقع بتاعهم، ايه الدومينز بتاعتها، ايه الاي بيز اللي موجوده. فطبعا ده بالنسبه للبلاك بوكس. طيب الجراي بوكس بالظبط. اتفضل يا جليتشي. طيب بص، هو الجري بوكس انا ممكن اعتبرها زيه زي مثلا موظف خدمة العملاء اللي في الشركة، فاهم؟ اللي هو حد انترنال يعرف شوية عن السيستم بس ما يعرفش كل حاجة عن السيستم، فاهمني؟ الجري بوكس بالنسبة لي كبنتريشن تيستر ده بالنسبة لي ممكن يكون غلط عادي. اللي هو حد انت بتعرف شويه معلومات عن السيستم، زي مثلا انه بيديك كريدنشالز معينه كيوزر مثلا جوه السيستم، حاجه زي كده يعني. لا منك بلاك بوكس اللي هو انت بره خالص وما تعرفش اي حاجه عن السيستم، ولا منك وايت بوكس اللي هو انت عارف كل حاجه زيك زي الادمنستريتور مثلا. طيب احنا بالنسبه ان احنا هيبقى شغلنا باج هانترز، احنا غالبا بيبقى معانا وايت بوكس ولا جراي ولا بلاك؟ الباك هانتر لا بيبقى بلاك، انت بتبقى مش عارف اي حاجه، انت اخرك بتعرف الدومينز واللي هو السكوب بتاعك، وتعامل بقى بتخش بتكريت يوزر زيك زي اي حد طبيعي معدي، فاهم الفكره؟
وبتتعامل بقى، مم. بتبدا تشوف هنا شويه وهنا شويه، طب هل هنا في حاجه؟ بس طيب لا هي مش بلاك كليا، هي بتبقى اقرب شرط للجراي. لان انت الجراي اصلا انت اولا بيبقى احيانا البج اصلا البروجرام بيديك اصلا اكونتس، وبعد كده لما تيجي تشوف هتلاقي ان هو ممكن بيديك اكونت يوزر هو كريته لك مخصوص عشان تقدر تتست عليه. يعني مش شرط ان انت تبتدي وتعمل اكونت بنفسك، لا هو بيبقى مديك يقول لك خد الكريدنشالز ديت، خد اليوزر نيم والباسورد ده وتفضل جرب عليهم وشوف هتقدر توصل لحاجه ولا لا. كده يبقى هو الراجل مديك جراي بوكس، هو اداك معلومات عن شويه اكونتس هو مديهولك اصلا او مكريتها اوريدي، مديك شويه سب دومينز، ممكن يبقى طبعا مديك رينج للاي بي كمان حسب. فيعني يعتبر معظم الباك هانترنج بيبقى الجراي بوكس اكتر من ان هو بلاك. بلاك ده هيجي يقول لك انا شركه اسمي مثلا جوجل، اتفضل بقى اتعامل بس. فهي اقرب للجراي. ايوه بالظبط، ان شاء الله عبد الرحمن صح. في معلومة يا شباب برضو في الباج هانتنج عامة، انت مش شرط تبقى بلاك بوكس. ليه؟ ان ساعات مثلا انت قعدت تهانت على بروجرامز كتير، ماشي، قعدت تعمل ريبورت لثغرات كتير، لكن الثغرات دهيت مثلا كانت دوبليكيت، فما كانتش بتدخلك فلوس مثلا. لكن حتى لو ما دخلتلكش فلوس فهي بتزودك حاجه زي البوينتس كده في النظام بتاع المواقع زي هاكر وان اللي احنا دخلنا عليه دلوقتي. مثلا بيديك بوينتس معينه، لو انت وصلت لبوينتس محدده هو بيبقى محددها لك. لو وصلت لعدد بوينتس محدده بيبعت لك زي انفيتيشن او دعوه ل private programs. private programs ده انت بتعمل فيها ايه؟ private program، البرايفت بروجرام ده بيبقى مديك مثلا زي ما الباشمهندس ياسين قال، انت بيبقى مديك ايميلز مثلا معينه انت تقدر تدخل بيها تعمل اكشنز انت ما كنتش تقدر تعملها لو كان البروجرام ده بابليك، ماشي. يعني لو كان البروجرام ده معروض كده في العلن اي حد يقدر يدخل يعمل عليه هانتنج، انت مش هتقدر تعملها غير بالبيانات الموقع ده اداها لك في البرايفت انفيتيشن، ماشي. ده اللي انا كنت عايز اقولها لك بس. فده ساعتها بيقلب من بلاك بوكس ان يبقى جراي بوكس، يبقى معاك انفورميشن زياده عن الهانترز العادي، الهانترز العاديين بس. طيب اخدنا ايه تاني يا باشمهندس ممكن نسأل عليه؟ طبعا يا السكوب شباب اعتقد السكوبس بس كده، خلاص. مفيش السي حاجات اي تاني؟ اف اثنتيكيشن threat vulnerability اعتقد واضحين، مش اسئله قوي يعني. طيب ماشي. هو طبعا زي ما قلت لكم مديول الويب هيبقى فيه كلام جميل جدا. ف يعني بس عايز اخد رايكم في حاجه ونشوف انتوا هتعملوا ايه. تحبوا السيشن الجايه نقعد نمسك حل شويه على الكريبتو وعلى النتورك وعلى لينكس وعلى سيكيورتي بلس، ولا حابين ان احنا ننقل على طول على مديول الويب؟ لا ده انا بعطف. ريكاب ولا حابين نعمل سيشن كده براكتيكال؟ ماشي. هي واحد لواحد دلوقتي. ماشي، اتنين قالوا ويب وواحد قال لك نحل كده، اتنين نحل واتنين نكمل. في واحد بقى ممكن يكرر فيكم دلوقتي بقى. نحل كده، في 3 نحل. لا هو الحل اللي احنا هنحله هو مش حل نظري، مفيش نظري خلاص اصلا يا جماعه. يا مبروك، اصلا مبروك يعتبر خلصت 80% من النظري بتاع السايبر سيكيورتي كله بالبيسكس كده، خلاص بالنظري بتاعتها بح خلاص. هي دي اهم الكلام عامه، دي كانت اهم سيشن نظري. يعني هي السيشن النهارده هي ضعيفه بس هي فيها كميه كلام مهم مش طبيعي. عامة السيشن النهارده بجد أي انترفيو هتدخلوه أو أي أسئلة نظري ممكن تقابلوها، حرفيا السيشن دي لن تخلو منها. إيه كل المعلومات اللي ممكن تقابلوها كمعلومات نظري يعني ممكن تقابلوها في التراك بتاعكم عامة هتبقى في السيشن دي. السكيورتي بلس كلها نظري، أنا مقرفة شوية ومتعبة، لكن يعني هذا هو الواقع بقى، لازم تتعاملوا معاه. طب انتوا 3 نحل و3 ويب، هنعمل ايه دلوقتي؟
هو انا لسه على فكره، انت لسه قاري فكرتي حاجة حرفيا. تانية هي دي عامة. الفكره اللي انا كنت بفكر فيها يا يوسف عامه. هو زي ما انا قلت لك، احنا مش هيبقى الحل بتاعنا خلاص، مش هيبقى نظري، احنا هنقعد نحل عملي اللي هو السي تي افس. هنبتدي نتعرف، يعني لو انتوا عايزين تحلوا من المره الجايه هبقى انا مجهز لكم سي تي افس، وكلها بتركز على الحاجات دي اللي هو كريبتو نتورك ولينكس وسكيورتي بلس. مش هنلاقي سي تي اف سكيورتي بلس، بس ممكن يعني اسئله نظري بقى على سكيورتي بلس. هو كده كده يا شباب، أصلا باي ذا واي عندكم امتحان، أنا مش عارف امتى بالظبط لسه ما حددناش، لكن هنعمل لكم امتحان هيبقى لغاية لغاية امتى؟ أعتقد يا إما هناخد حاجات بسيطة أوي من الويب أبلكيشن، من موديول الويب، يا إما هيبقى لغاية الحتة اللي إحنا قلنا عليها بس، مثلا نتوركينج ولينكس وحاجات كده. دي لسه ما قررناش بالظبط، لكن عندكم امتحان وهيبقى بشهادات عامة، فركزوا بقى، شدوا حيلكم كده عشان كله يتبسط. طيب ماشي. احنا بس عايزين نقول لكم كمان حاجه. في طبعا هو في ناس حضرت معانا الايفنت، يعني دول خلاص محازيز بقى اوريدي. بس يعني للناس بالنسبه اللي ما حضروش معانا الايفنت اللي فات، هيبقى فيه ان شاء الله شهاده معتمده من شركه اسمها سايبر فورس. المفروض يعني كلكم تبقوا عارفينها غالبا. الشركه دي عامله تعاقد كده، وعاملين ايه سيرتيفيكت، المفروض ان هي ب $500، وفي فاوتشر كانوا عاملينها ويخلوها ايه فور فري. فاحنا كنا جايبين يعني لسايماتريكس بصفة عامة الفاوتشر ديت جيف اواي يعني. فلسه طبعا هنكرر الجيف اواي دي، هتبقى الطريقة بتاعتها ازاي. بس هي يعني المفروض ان انت يعني تحاول تحصل على الفاوتشر ديت وتحاول تدخل تمتحنها، لان دي حاجة هتقوي طبعا بالظبط يا طه. انت ما كنتش معانا ولا ايه؟ ما شفتكش هناك. هي فعلا كانت مع باشمهندس اسمه هارون. فاللي عايز ياخد الفاوتشر يعني يحاول ان هو يبقى يعني طبعا بقدر الامكان ملتزم معانا. وانا شايف خلاص اشخاص عرفتهم يعني اوريدي بيحضروا كل سيشن، مفيش سيشن فوتوها، وفي ناس يعني نص نص، وفي ناس طبعا من اول سيشن اصلا ما حضروش. فطبعا الفاوتشر ديت انا حتى لو واحد بره السيشن هو اللي خدها انا مش هديها له. فانا احتراما للناس اللي موجوده معايا في السيشن، او يعني حتى اللي هم بيجوا نص نص، هم دول بس اللي انا هعترف بيهم. زي ما انا قلت، انا في فتره هلاقي نفسي مش معتمد غير على الناس. لا الناس اللي داخله جديده برضه انا عارف مين اللي داخل جديد، وده برضه معترف بيه. بس انا بتكلم ان في ناس انا عارفها من بدري موجوده وهي مطنشه او بتتفرج على الريكورد. فحتى اللي بيتفرج على الريكورد ده انا مش ههتم بيه برضه، لان هو مهما كان انا ما اعرفش حتى اسمه ايه، يعني حتى اسمه انا مش عارفه. فالفاوتشر دي ان شاء الله هتبقى مقدمه بس للناس اللي موجوده معانا في السيشن، والناس اللي قدرت السيشن ودخلت وذاكرت ايه كل السيشنز يعني. طبعا انت لسه جديد او حاجه يعني، اظن انت الوحيده يا ميادة اللي موجوده جديد، والباقي كله اظن انا عارفه، او ممكن احمد شحات برضه يبقى جديد مش عارف. هو كله متراقب عامة. ده بس الباقي كله انا عارف ان هو موجود وبقاله حبه كمان. فالفاوتشر ديت خلاص اوريدي اصلا مع 2 3 انا عارف ان هم موجودين هنا ومعاهم الفاوتشرز. اما الباقي بقى هو المتوقع ان ممكن واحد منكم ياخد الفاوتشر ديت ويدخل يمتحن معانا الامتحان يعني. بالنسبه للفتره الجايه ان شاء الله هنبدا نحاول ان احنا ندخل دايما يعني مع كل سيشن بعد ما نخلصها نحاول ان هو ايه السي تي اف ديت، نحاول ندخل نحل سي تي اف كل يوم لحد ما نوصل يعني ان احنا نبقى في مستوى كويس جدا في الويب. وبعد كده هنبتدي بقى على خطوه الهانتنج اللي هو خلاص اخر خطوه في الراوند يعني. فانت كده يعتبر خلاص خلصتوا شوط كبير من الراوند، وان شاء الله يعني تكونوا قربتوا شويه بس من ان انتوا تخلصوا اساسيات. وبعد كده هندخل على الويب بقى، الويب اللي هيطول معانا قوي قوي. شفتوا كل حاجه احنا من اول سيشن عمالين لكم ده هتيجي في الويب، دي هتيجي في الويب، دي هتيجي في الويب. فربنا معاكم على كميه المعلومات اللي هتاخدوها في الويب. فيعني جهزوا نفسكم كويس قوي للويب، بس هو ممتع جدا 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 يعني. بس هو الويب ممكن يبقى قد اللي احنا خدناه الفترة كلها دي. يعني من اول ما ابتدينا نتورك لحد دلوقتي قدها مرتين كمان. لكن بجد اكتر حاجة ممتعة هتشوفها في حياتك والله العظيم. سي تي افس بقى وتطبيق عملي ولعب، هحس انك هاكر بجد.
طبعا انتوا لو جربتوا موضوع السي تي افس ديت هتنبسطوا جدا. وخلي بالكوا السي تي افس هي مش ويب بس، يعني في زي ما انا قلت لكم هتلاقوا في ديجيتال فورنسكس. في ناس لو هي حبت الديجيتال فورنسكس ديت هتبتدي تدوس بقى ناحيه الديجيتال فورنسكس. في ناس هتدوس ناحيه الريفرس انجينيرنج، اللي هو ادرس لو ليفل لانجوج زي الاسمبلي لانجوج. هتلاقي حاجات مثلا زي الكريبتو، طبعا زي الحاجات السيشن الكريبتو اللي احنا شرحناها دي كانت قشور القشور. تبقى تبتدي تتعمق فيها وتفك تشفيرات وتفك هاشز وحاجات كده كتير قوي يعني. ف يبقى في ثغرات اي بي اي. او احنا اللي احنا يعني ان شاء الله عاملينه لحد دلوقتي في البروجرام ان احنا هنشرح الاو اس بس. طب هل بقى هندوس ثغرات نتورك، هندوس ثغرات دي يعني لسه بنشوف يعني مع بعض. بس هو الاساسي طبعا ان شاء الله هو الاو اس. يعني ان شاء الله ان انتوا هتكونوا واخدين الاو اس كويس، ومخلصين اللابات ان شاء الله بتاعت بورت سويجر على قد ما تقدروا. يعني ان بورت سويجر طبعا صعب يعني. اني فيرجن؟ لا هو عادي الاو اس اللي هي الثغرات المعروفه. يعني انت هتكتب او اس توب 10 بورت سويجر هتلاقي الثغرات ما بتتغيرش يعني. في ثغرات كده اساسيه يعني. بس الترتيب بقى اللي احنا هنشرح بيه لسه برضه هنشوف، لان هي طبعا زي ما انتوا عارفين الهانتنج عمال بيتغير كل شويه، وكل فتره بتلاقيه بشكل معين. فهتلاقوا ان احنا بنحاول يعني نجيب لكم الثغرات اللي هي الترندي من الاخر، اللي هو الناس بتلاقي فعلا فيها ثغرات عشان تبتدي فعلا تحاول تهنت وتلاقي ثغرة يعني. وان شاء الله ان شاء الله متوقعين يعني ان الناس اللي كملت معانا دي هتيجي في يوم من الايام كده تبعت لي على الواتساب او لاي حد يعني مننا ان انا لقيت اخيرا اول ثغرة واخدت عليها باونتي يعني. بس ان شاء الله ده هيبقى هدفنا يعني. فشدوا حيلكم، وعايزكم بس كل واحد بس يعني يحاول يعمل اكونت على تراي هاك مي، واكونت على هاك ذا بوكس، واكونت على بيكو سي تي اف. يعني انا هكتبها لكم على الشات هنا. عايز بس كل واحد يبتدي بس يعمل اكونت كده، مش حاجه لحد ما احنا ايه، عشان ما نقعدش نضيع وقتنا في ان احنا نقعد نعمل اكونتات وكده. فاعملوا اكونتات على الثلاث منصات دول، ونحاول ان شاء الله من المره الجايه إيه، يعني احنا هنعمل بول كده كده تاني على الواتساب، وهنحاول نشوف اكبر عدد. وحسب يعني لو الناس عايزه تنقل ويب هننقل، الناس عايزه تحل هنبتدي. ما تخافوش مش هيبقى نظري، هيبقى هنحاول نجيب لكم يعني نسبه كبيره جدا تبقى سي تي افس يعني. وهيبقى فيه جزء نظري بس صغير خالص يعني، مش هيبقى كتير. المعظم هيبقى سي تي افس ان شاء الله. بس خلاص كده احنا يعتبر خلصنا السيشن يعني، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. حد عنده سؤال بصفة عامة في المجال، عايز يعرف حاجة، تايه في حاجة، حتى لو هو سابق شوية وعايز يسأل في حاجة معينة؟ ماشي، اتفضل يا عبد الرحمن. مجال زي مجال الباونتي ما كان خالد من غير ما يتصدر الرانك وكده، يعني حاجة زي الباونتي ما أكيد بتدخله دخل عالي جدا، أعلى من الشغل التكنيكال في الشركات وكده، صح ولا إيه؟ لا للأسف، لأن أنت مبدئيا الباك باونتي بيبقى للأسف فيه اعتماد يعني حبة شوية على الحظ. يعني أنت هو طبعا بسكيلز طبعا ومهارات، بس يعني ممكن تلاقي شركة كبيرة جدا وعاملة غلطة عبيطة جدا. يعني أنت مثلا تيجي تبقى لسه متعلم مثلا سيكوال انجكشن، وتيجي تلاقي بسهولة جدا تكتب حرفيا كود سيكوال انجكشن أو كويري تكتبها، تلاقي نفسك طلعت الثغرة. فدي حاجة زي دي أصلا بتصنف على طول كريتيكال. أنت ممكن تاخد داتا بيز كاملة بتاعت الشركة، فأنت كده يعتبر محظوظ. هي أنت طبعا وصلت بالسكيلز إن أنت تعرف تجيب سيكوال انجكشن، بس فيها حظ. أما الشركة لا، أنت الشركة مفيش الكلام ده. هو أنت شغال في شركة بتاخد مرتب ثابت كل شهر، فاهم؟ انت في حاجه انت ضامنها، فاهم؟ عارف لما انت مثلا تبقى شغال دكتور، في دكتور يقول لك طب انا هشتغل عياده ومش هشتغل اصلا في مستشفى، بس هل تضمن ان في حد هيعرف يجي عيادته؟ ما حق هو يعني ورزقه، فاهم؟ في ناس طبعا بتعتمد ان انا هبقى باج هانتر خلاص، ومش محتاج اصلا ان انا ابقى في شركه يعني. ابتدي من وانا صغير مثلا، ممكن مثلا الشركات ما تقبلنيش او فإلا خلاص انا هكمل باج هانتر. وفي ناس بتفضل مكمله فعلا يعني، بتوصل لسكيل ان هي مش محتاجه حظ بقى، لا ده هي هتجيب يعني هتجيب، فاهم؟ بس أنا ده طبعا اللي انت في بتكلم فيه، لو الاول. طلعت مثلا 10 ثغرات 20 ثغرة له فهتعمل معاه مبلغ أصلا. بس هل انت ضامن ان انت توصل لقوه السكيل انك تجيب ثغره وانت متاكد مليون في الميه انك هتلاقي؟ أكيد لأ. بالظبط. فاهم، هي بتبقى يعني في الاول انت كبيجنر لا، بتبقى طبعا فيها رزق كتير يعني، حسب انت ورزقك بقى. بس
فدي حاجة بترجع في الآخر يعني. بس أما الشركة طبعا هتلاقي أصلا في سينيور غالبا بيقعد ويعلمك. هتلاقي نفسك بتاخد بعد كده مرتب ثابت حتى لو هو تافه يعني. أصلا في ناس بيقول لك إيه، طب ما أنا ممكن أشتغل في شركة وبالليل مثلا أبتدي إن أنا هنت عادي، وبتشتغل الاتنين مع بعض. بس احنا كده كده خلصنا يا شباب، اللي حابب يطلع. بعد قد ايه اقدر اشتغل في شركه؟ هو انت يا ميادة اصلا شكلك جديده فما خدتيش ولا نتورك ولا لينكس، فانت خلصي الكلام ده الاول ونشوف. بس لو انت يعني دايسه معانا او يعني فاهمه الحد اللي احنا قلناه وليكن يعني افترض، لا الويب هيطول لسه حبه حلوين يعني. طيب كويس ماشي. الويب كده هيطول منك. فكره ان أنا اقدر اشتغل ديت محدش هيقدر يحددها غير انت بتذاكري قد ايه في اليوم مثلا، سرعة استيعابك او قوة قدرتك انك تلاقي ثغرات. فانت لما تبقي قادرة ان انت تبقي باج هانتر وبتلاقي ثغرات بطريقة ثابتة يعني مش معتمدة على حظ، كده انت مؤهلة انك تشتغلي في شركة. لان هو الراجل مش هيشغلك في شركة وانت مش عارفة تعملي له اي حاجة خالص يعني، زيك زي عدم وجودك. هتطلعي له ثغرة مثلا كل مرة لا يبقى ده راجل تنين انا هجيبه معايا في الشركة. هو عامة بس الحوار مش معتمد 100% على الباج هانتنج. انت مثلا ذاكرتي نتوركينج، او نتورك سكيورتي عامة، وذاكرتي مثلا موبايل ابلكيشن سكيورتي، وذاكرتي ويب ابلكيشن سكيورتي، ساعتها او اتليست تو دومينز لازم تبقي دارسه اتليست تو دومينز عشان تشتغلي في شركه. مستحيل حد يعينك مثلا بويب ابلكيشن بس، قليل جدا او فرصتك شبه معدومه في السوق، لان اوريدي في ناس اشطر منك. فاهمني؟ انت غالبا طبعا يعني لازم عشان تشتغلي في شركة بصفة عامة هيبقى معاكي تو دومينز يعني. انت الدومينز اللي عندك هي طبعا نتورك وويب، وعندك في كلاود برضو وموبايل ابلكيشنز. فانت غالبا لما يعني توصلي لمرحلة كويسة في التو دومينز على الاقل تقدري ان انت توصلي انك تشتغلي في شركة. وبعدين برضو زي ما قلت لك هي رزق برضو يعني. في ناس انا اعرفها شخصيا يعني، هي ناس عندها سكيلز فظيعة، ويعني ده أنا بقول هو إزاي مش في شركة، وواحد تاني أتفه منه بكتير أو السكيلز مش أتفه يعني السكيلز بتاعته أضعف منه بكتير جدا جدا وشغال في شركة كويسة. فهي رزق. هي بالظبط. برضه ستيل في الآخر وفي الآخر يعني في الأول أو في الآخر رزق يعني. لا مش شرط والله يا أحمد، على فكرة هي هو فعلا العرض بقى أكتر على موضوع السك كمان بالذات. والمشكلة فعلا إن الويب بقت الناس كتيرة قوي يعني. حتى في الريد دلوقتي بقى المطلوب قوي، أو اللي أنا بدأت أشوف إن هو ابتدى ينتشر جامد، هو الديجيتال فورنسكس والريفرس. حتى دول أصلا عددهم قليل جدا بسبب صعوبة بالذات الريفرس يعني. الريفرس صعب جدا يعني، فاللي بيوصل أصلا لمرحلة إن هو يبقى ريفرس انجينير ده بيتاخد لقطة كده يعني. حتى في السي تي افس كل شويه بتلاقي التيم دايما عنده عجز في الريفرس، يقول لك انا عايز ريفرس انا عايز ريفرس انا عايز ريفرس. وقليل يعني ما تلاقي فورنسكس. ويب ده لا بالعبط بقى. الويب دول بيرموهم كده. فهي الشركات هتبقى نفس الكلام اكيد، عندهم ويب بالهبل، بس ايه، هتلاقي برضو عندهم دايما عجز في الريفرس وفي الفورنسكس. والكريبتو طبعا. فانت التلاتة دول كل ما بس يعني الاكتر برضو ريفرس وفورنسكس، بس طبعا كريبتو اكيد يعني. بس دول اكتر ثلاثة دلوقتي يعني. انت لو اتخصصت في واحد من الثلاثة دول يبقى كويس يعني. بس لو ويب فقط الموضوع بيبقى صعب شوية يعني. بس اتمنى ان شاء الله السيشن تكون لطيفة. ويعني لو حد برضه عنده سؤال يسأل وخلاص يعني. لو مفيش حد عنده سؤال تقدروا تتفضلوا. حبيبي يا احمد. الناس بتجري. اتفضل يا يوسف.